لمناقشة إسلامية الصف الخامس ابتدائي الدعوة في مكة والمدينة. أولاً، ما مراحل الدعوة الإسلامية؟ الجواب: المرحلة السرية والمرحلة العلنية. المرحلة السرية والمرحلة العلنية. ثانياً، تكلم عن مراحل الدعوة السرية. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الناس سراً إلى الإسلام خوفاً على أصحابه من المشركين، فلم يؤمن به إلا القليل من الناس، وكان يجمع أصحابه في بيت الأرقم بن أبي الأرقم ويعلمهم القرآن وأحكام الدين، وكانوا يخرجون إلى شعاب الجبال خارج مكة لأداء الصلاة خوفاً من المشركين. ثالثاً، كم مسلماً كان في الدعوة السرية؟ عددهم يقارب 40 مسلماً. عددهم يقارب 40 مسلماً. رابعاً، كم سنة استمرت الدعوة السرية؟ 3 سنوات. الجواب: 3 سنوات. خامساً، تكلم عن مرحلة الدعوة العلنية. أمر الله سبحانه نبيه محمداً صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلن الدعوة الإسلامية ويدعو الناس إلى الإسلام علناً، وخرجوا في طريق مكة يعلنون إسلامهم ويتحدون المشركين. سادساً، متى ابتدأت الدعوة العلنية؟ الجواب: بعد 3 سنوات من الدعوة السرية. بعد 3 سنوات من الدعوة السرية. سابعاً، كم سنة استمر نزول القرآن في مكة؟ الجواب: 13 سنة في مكة. 13 سنة في مكة. ثامناً، ما اسم السور التي نزلت بمكة؟ الجواب: السورة المكية. السورة المكية. تاسعاً، ما أول عبادة فرضها الله تعالى؟ الجواب: الصلاة. عاشراً، ما الآيات الأولى التي نزلت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العلي العظيم. رقم 11، من الذي كان بصحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الهجرة؟ الجواب: أبو بكر الصديق رضي الله عنه. رقم 12، من الذي فدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليوهم المشركين؟ الجواب: علي بن أبي طالب عليه السلام. علي بن أبي طالب عليه السلام. هسه حبايبي خاف تريدون تنقلونها بدفاتركم،